في البلاتو نحب نقول حاجه سي بايرم راه ما تنساش. راكراكي عطاه درس في كلمه الكفاءه. قال كلمه قويه برشا هي لا كومبيتونس. خلينا نكونوا واضحين، ريتها لا كومبيتونس هذايا. لا كومبيتونس اليوم الجامعه المغربيه والنوادي المغربيه تعطي في احترام وتقدير لشخصك انت وزملائك كل المدربين منذ كبير في الرجاء البيضاوي. الاسعد الدريدي كان يخدم في المغرب. عبد الحي سلطان يخدم في المغرب. اليوم نعطيك سكوب، الوداد البيضاوي يتلوج على مدرب كانت عملت كونتاكت مع فتحي جبال. يعني الكفاءات التونسيه الكل قاعده تشتغل في المغرب. علاش اختاروا الكفاءات التونسيه؟ لان احنا نهربوا فيهم في حاجات، وهذا راه واقع ماهوش يعني نرمي في الجيجات بالي فلوغ. نعطيك في واقع كورتنا اليوم عندنا كفاءات موجودين في المغرب. حاجه اخرى اللي عملوا الركراكي ما عملوش الناس اللي بك الكل. انا ما تنساش راهو المنتخب المغربي قوي، كل ما مشى الكوب دي موند 2018 قوي، عام 98 قوي، كان قوي اقوى من تونس واقوى من الناس كلها ما يوصلش. احنا خاطر عندنا خبث التكتيك وكذا وكذا. لكن اللي عملوا الركراكي هو الميلانج بين اللي يعيشوا لبرا واللي يعيشوا في المغرب، واللي خذاه في تدريب الوداد وخذاه في التدريب في قطر. عاش المونتاليتي نتاع كيفاش يخموا في المغرب، وهو لاعب عنده 10 سنين يلعب في المنتخب المغربي، عرف كيفاش يعمل الميلانج هذايا. وقال كلمه بعد الكفاءه، قال كلمه قويه ياسر، قال راهو ما عندي 26 لاعب نعملهم كيف كيف. قال حكيم زياش واشرف حكيمي وكذا نعملهم مش كيف كيف، وهذايا حاجه واقع صحيح. واضح. في كلمه تفاعل معاك بعد اذنك حمزه، تفاعل صغير معاك باش نقول لك اللي اليوم بدل اول شيء عقليه معناها المدرب الشاب. صحيح. لانه بدل عقليه ثانيه اللي هي خلينا نقولوا الخبره ولغه الخبره اللي يتكلموا بها الكل. ممكن باش نلخص في كلمه واحده باش نقول لا نبي في قومه. اليوم الكفاءات التونسيه موجوده في الدوري المغربي في وقت معناها خلينا نقولوا نهضة الكرة المغربية، في مقابل انه في تونس يتم التهميش والتعقير. واضح.